احلى اصدقاء، عاملين ايه؟ اتمنى دايما تكونوا بالف خير والف صحة. النهاردة هنشتغل مع بعض حاجة مختلفة. انا عندي هنا شنطة الحضانة بالشكل ده اهو شكلها، ولكن عشان معمولة بخيط مكرمية فرنساوي ممكن الايد بتاعتها تمط، فهعمل لها تدعيم كده بقماش قطن ما يكون ما بيمطش، او جنس المتوفر عندي هعمله بيه. تمام. ممكن برضو لو عندي شنطة كروس اهو وخايفة الدراع بتاعها يمط، هعمل لها برضو بطانة بالطريقة دي. تمام. المتوفر عندي اهم حاجة يكون القماش مش بيمط، قطن او جينز اي حاجة الموجود هينفع معايا، بس اهم حاجة واهم شرط ان هي ايه ما تمطش. طيب دلوقتي هقيس ازاي. احنا عندنا هنا اول حاجة ايد الشنطة عرضها 3 سنتي. طيب القماش القطن او الجنس هزود من هنا سنتي ومن هنا سنتي، هعمل حسابي في كده يبقى 5 سنتي. طيب انا عندي اهو قماش جنس، وهقيس ال5 سنتي بتاعتي وهقيسها بالشكل ده واقص عليها. تمام. اي قماشة عندي متوفرة اهم حاجة ما تمطش زي ما قلنا. وهجيب اي لون خيط، ممكن لو ما عندي لبني تمام، لو عندي ابيض هيبقى حلو برضو. انا مخيطاه اهو بالخيط الابيض القطن العادي وابره عاديه اهي. حتى لو الخياطه دي هتبقى من جوه فمش هتبان، يعني اهو بصوا من بره مش باين اي حاجه، والايد متبطنه اهي. طيب ادي القماشه بتاعتي اهي، بجيبها الايد بعدلها كده اهو، اشتغل من جوه بقى. انا عايزه اخلي العدله هي اللي باينه، عدله الشغل هي اللي باينه، فهشتغل ايه كده اهو من جوه الايد اهي بالشكل ده. تمام. وادي ابره عاديه والخيط القطن العادي بتاع الخياطه، مش ابره تنظيف او حاجه. لو حابه اعمل بخيط تنظيف بابره تنظيف مفيش مشكله. تمام. ادي اهي هشتغل كده، وهخلي بالي ان يبقى 1 سنتي من هنا طالع و1 سنتي من هنا طالع، علشان هتنيهم بعد كده في الشغل يبقى زي الناحيه دي، ويبقى الشغل عندي نضيف بعد كده. تمام. مفيش اي ايه يبقى متني بالمنظر ده، مفيش اي ايه حاجه طالعه او داخله، بس اهم حاجه احافظ على السنتي اللي هنا والسنتي اللي من الناحيه التانية. تمام. على طول الدراع. تمام. ادي اهو اجيب الاشتغل على القلبه كده اهو من جوه الايد، وابدا هنا ادخل الخيط بتاعي. ادي الابره اهي، وابدا ايه اخيط، اظبط بس السنتي قبل ما ابدا، وابدا اهو اخيط كده اهو. افضل ايه طالعه داخله كده اهو بالمنظر ده. طبعا كل ما اعمل غرز صغيره مش هتبان على الشغل من بره. تمام. الخيط بتاعي هيدخل وسط الغرز ومش هيبان في الشغل زي ما احنا شايفين هنا اهو، مفيش اي حاجه باينه خالص للخيط، ملوش اثر. تمام. ادي اهو هثبت العرض بتاع الشنطه اللي هو ال3 بتاع ايد الشنطه اللي هو ال3 سنتي. تمام. ثبته، سايبه سنتي من هنا وسنتي من الناحيه التانية اهو. كده خلصنا احنا الايه عرض الايد كله. بعد كده هنعمل ايه؟ هجيب السنتي ده وايه واعمله كده اهو اتنين بالشكل ده، وامشي بطول الدراع وانا محافظة على سنتي من هنا وسنتي من هنا زي ما قلنا بالشكل ده، وافضل ايه داخلة وخارجة بالخيط بتاعي بالشكل ده اهو. نيجي من هنا نخيط كده اهو، وحافظ على التانية، ايد بتخيط وايد ماسكة التانية بتاعة القماش. تمام. ادي اهو واخلي بالي ان انا بخيط على التانية مش جوه ومش بعيد عنها اهو. هاتني كده اهو واحط الايد كده اهو واشتغل ايه خياطة.
ايد بتثبت وتمسك القماشة تثبتها مع تثبتها مع الشغل بتاع الايد بالشكل ده. على طول الشنطة هشتغل بالمنظر ده. تمام كده اهو. هفضل كده ايه الابرة بتاعتي والخيط بطول الدراع بتاعي. نيجي نشوف الناحية التانية عملناها ازاي. تمام اهو. افضل طالعة وداخلة وما شدش الدراع معايا، ما شدش الدراع اللي هو الشغل ده، شغل الكروشيه ما شدهوش. ليه؟ لان كده انا بمط وبعد كده اخيط عليه. لا، احنا عايزينه يتقاس على المقاس العادي. يعني لما جيت قست الدراع بتاع الشنطة سايباه وهو مرتاح، لا شديته ولا اي حاجة، سايباه وهو مرتاح كده. وقست ايه بالمزورة بتاعتي الطول والعرض بتاعه. تمام وهو مرتاح كده ومحطوط. قست طول الدراع وعملت عليه طول وعرض. العرض زودنا سنتي من هنا وسنتي من هنا، لكن الطول هو ماشي. ما شدتش ولا عملت اي حاجة. وهنا برضو مش هشد الايه الشغل وانا بعمل كده. تمام. ادي اهو. هعمل التانية برضو، التانية بتاعته اهو. اظبطها واخلي بالي ان يبقى ايه ما يبقاش معوج من هنا زايد من هنا او ناقص من هنا. اخلي بالي ان السنتي برضو اللي هنا انا محافظة عليه. تمام. وافضل طالعة وداخلة بالابرة بالشكل ده، اخيط بطول الدراع لحد ما اوصل للنهاية. وهنيجي نشوف هنعمل ازاي الناحية التانية مع بعض. دلوقتي احنا وصلنا للنهاية بتاعة الدراع، وادي القاعدة بتاعة الشنطة اهي، القاعدة بتاعة الشنطة. طيب والفتلة اللي في الابرة خلصت. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي ازاي اوصل الخيط بتاعي بحيث ان يبقى من جوه ويبقى الشغل نضيف، مفيش اي حاجة طالعة بره، عقد او طرف خيط او اي حاجة. ادي الخيط بتاعي اهو لضمته عادي، وادي العقدة بتاعته. هاجي من جوه هنا وابدأ اعمل العقدة بتاعة الخيط، وبرضو طرف الخيط هيبقى من جوه عشان يبقى الشغل بتاعي نضيف اهو. ثبته كويس واكمل الشغل بتاعي اهو. عملت دايرة ودخلنا فيها الابرة بالشكل ده، وشدها بطريقة كويسة، لا جامد ولا رخية بالشكل ده. وبعد كده هطلع هنا ايه بره الشغل خالص هنا اهو. تمام. بعدين ممكن انزل هنا في الشغل الكروشيه اهو، عشان يبقى كده طلعت بره ايه الشغل بتاعي اهو بالشكل ده. واثبت برضو نفس السنتي بتاعي، احافظ عليه من الناحية دي والناحية التانية، وابدأ اشتغل طالع نازل بالشكل ده زي ما احنا كنا بنعمل. اشتغل اكمل شغل عادي اهو. طبعا الابرة دي بتبقى افضل للي ليها سن دي عن ابرة التنظيف، يعني لان في قماش معايا فهيبقى يعني متعب شوية مع ابرة التنظيف. تمام. افضل ايه طالعة نازلة بالابرة والخيط بتوعي اهو لحد ما اجي عند الايه الحتة دي النهاية دي. انا كده دخلت في ايه في جسم الشنطة مش في الايد. الايد خلاص خلصتها. انا بدأت اثبت في جسم الشنطة الايد بتاعتي او القماش بتاعي. تمام. هثبته في جسم الشنطة بالشكل ده كده اهو. وبعدين هيبقى عندي فيه قطعة قماش زيادة، طبعا دي لو حشيتها كلها تبقى كتيرة قوي. تمام. هقيس كده سنتي واحد، سنتي او صباع مثلا اهو.
بعد كده هقص القماشة الزيادة واعمل نفس الطريقة اللي عملتها فوق في الايد من فوق اهو. هتنيه كده اهو وابدأ اشتغل اخيط، اثبت القماشة بتاعتي وهي متنية اهي كده اهو. تنتها اتنيها بالشكل ده كده اهو، وادخل الخيوط كلها من جوه تمام، وابدأ اثبت القماشة في الشغل بتاعي بتاع الكروشيه تمام، وانا تانياه على اساس ما يبقاش فيه اي بواقي خيط ظاهرة عندي في الشغل، ويبقى الشغل بتاعي نضيف تمام بالشكل ده اهو. ثبت القماشة في جسم الشنطة اهو، ده اهو نفس الطريقة دي. وبعدين كده عندي السنتي الزيادة اللي من الناحية التانية، طبعا هخلي بالي من الزيادات اللي في الخيط دي واشد الخيط كويس على اساس ما يبقاش فيه الايه اهو كده اهو، ما يبقاش فيه اي خيط زيادة. طيب انا كده ثبت القماشة في الشنطة، هتني السنتي بتاعي اللي من الناحية التانية بالشكل ده اهو، كان مفروض كده هتنيه كده اهو، ادخل كله جوه، التانيات دي كلها جوه، والفضلات الخيط اللي هي الشراشيب دي كله بيدخل، فمفيش اي حاجة بتبان. هو الغرض من ده كله ان بيدي تقوية للدراع عشان ما يمطش. وابدأ اشتغل برضو طالع نازل بالخيط والابرة بتاعتي بالشكل ده اهو، حافظ على التانية بتاعتي زي ما احنا قلنا زي الناحية التانية بالظبط، نفس اللي عملته في الناحية التانية هشتغله هنا. ثبت التانية بايد اهو، وادخل ايه التانية تبقى مظبوطة فين، على الخيط بتاعي، على الكروشيه، على الشغل نفسه، لا تبقى طالعة ولا داخلة، تبقى مظبوطة زي ما احنا شايفين كده تمام. وافضل ايه طالعة نازلة لحد ما اوصل للنهاية، ونرجع نشوف ازاي هنقفل وازاي هنثبت الشغل بتاعنا بالشكل ده. هنمشي لحد اخر الايد على طول الدراع بنفس الطريقة، ونرجع نشوف هنثبت ازاي اهو. وصلنا لنهاية الايد بتاعتنا بالشكل ده. طبعا في اخر جزء ده برضو هنتنيه كده ونشتغل زي ما احنا شغالين لحد ما نوصل للزاوية اللي فوق، ونشوف دي هنشطبها ازاي مع بعض تمام اهو. اي ايد عندي بتاعت شنطة عايزة خايفة ان هي تمط او حاجة وتبوظ، ممكن ادعمها واقويها باي قماشة قطن او جنس الموجود عندي، مفيش مشكلة. يعني شنطة الكروس برضو اللي وريتها لحضراتكم ممكن اعملها بنفس الطريقة تمام. ادي اهي الزاوية دي كانت متنية كده اهي هنا اهو، هتنيها بالشكل ده. هي اصلا متنية لجوه لما كانت معمولة من الناحية دي، هتنيها كده اهو اهي كده. حافظت على التانية بتاعتها اللي هي الزاوية اهي، عملنا شكل الزاوية ودخلناها كده بالطريقة دي، وهنعدي عليها ونخيطها برضو بالخيط والإبرة ونثبتها بالشكل ده اهو. طبعا اثبت عند الزاوية كويس قوي
واكرر كذا غرزة عند الزاوية دي عشان ما تفكش. ان هنا القماش شوية بيبقى ايه كذا طبقة، فاكرر الغرز فوق بعض كده علشان ما تفكش حتى الزاوية على الاقل اهي. كده ما ثبت كذا غرزة، هاجي هنا اعمل كده اهو، اجي من جوه وابدأ اثبت، اجي جنب الايه الشغل بتاعي كده اهو، اعمل كذا غرزة واجي هنا اعمل دايرة اهي بالشكل ده، واسحب الخيط بتاعي واثبت تاني واقص، وكده يبقى خلصت الايه، كده يبقى خلصت الايد بتاعتي بالشكل ده زي ما احنا شفنا ايه مع بعض. كده بقت عندي الايد كمان هنحسها غير الاول، جامدة وحلوة ومش بتمط زي ما كان الاول اهي، وجميلة جدا واتدعمت، مش باين اي حاجة من بره، اي خيط او اي حاجة من بره بالشكل ده. تمام، اشوفكم في فيديو جديد، تصبحوا على الف خير.